حبايب القلب، كيفكم؟ ان شاء الله بخير. في سؤال من الشاب: يعطيكم العافيه، انا عمري 21، ماني متزوج، ناوي اجي على هولندا. اذا جيت فيني اعمل لم شمل لامي وابي واخواتي اللي فوق ال 18 وتحت ال 18؟ يا ريت تساعدوني وشكرا. اول شي يا حبيب، انت مالك قاصر. شوف، لو قاصر بتجيب امك وابوك واخواتك تحت السن القانوني، فوق سن القانوني لعمر ال 24 سنه 25 سنه، شرط ما يكونوا متزوجين. اما انت هلا عمرك 21، ولو وقت ما تصل لهولندا وتقدم لجوء وبتاخد اوراق وبتاخد اقامة ال5 سنين وبترفع لم الشمل، كان صار عمرك 22 23 سنة. تمام، وانت دخلت بسن هلا انت بال21 سنة، يعني صعب لم شملك لاني مالك قاصر. يمكن تقول لي انت في هولندا عم لموا شمل، هذا كان اول يا حبيب، مو هلا. مو هلا بالظروف هلا اللي صايره فيها، اللي صايره بهولندا. قولي ليش؟ لا اقول لك ليش. انت بتحسن ترفع دعوة، انت عمرك 21 سنة، معك ل 23 سنة، من 18 ل 23 سنة، هدول ماله قاصر. اللي حابب يجيب امه وابوه برفع دعوة عن طريق المحكمة اني حابب اجيب انا عيلتي، امي وابوي واخواتي. بعدين انت عم تقول عندك اخوة فوق 18، فمستحيل يجيبوا لك اياهم، يعني في معيل غيرك، يعني فهمت علي؟ فلم شملك صعب جدا، بدك تقدم اثباتات انك انت المعيل الوحيد، وانه هن ما بيحسنوا يعيشوا من دونك، وانه وانا انت عم تقول عندك اخوه فوق 18، فهمت علي؟ فلم شملك صعب يا حبيبي. ما حدا يكذب عليك ولا يكذب عليك، انا والله عم بحكيك الصراحه وعم بحكيك الواقع. فلم شملك صعب جدا 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 صعب، نسبة نجاح الدعوة اللي بدك ترفع عن طريق المحكمة يمكن 1 أو نص بالمية. فهمت علي يا حبيب؟ ربي يسعدكم حبايب ويجمعكم بأحباب قلبكم.